روج باش دیسا ام اوهون و چیروکا پندکه کرد بیجن مهاجر چرکی گر کا اف پندشکواتی تیگوتن افچونا جیهان یا یکمین ده 1914 ده روسیا ایریشی دورین کردی کر کردستانا باکر سسینوری روسیا تو باران کر گلک ملت رویان برید ده و باوا زاروک خودش درگوشی خودش تجبرگو نما کاریبون وراهشتانه دایکه که درگوشی خو هشتیه پشتی روزه که دروجا نما دلیوی سکنی گود ویگ از زاروک خو وگرم درگوشی خو وگرم بگاوا پشتی روزه که دروج وگریای دیتیه گا او درگوشاوی لبن گورک میه و آگر شیر دیه جبروی هاوی گوتن مهاجر تشيلكي گر زماني عربي بينشه قال أنه في الحرب العالمية الأولى في العام 1914 عندما بدأت بعد ذلك بدأت روسيا بقصف المناطق الكردية في كردستان الشمالية بين قوسين تركيا فتهجر الكرد الكثير من الكرد من قراهم فأثناء المسير لأن المسير كان صعبا الكثير من الآباء والأمهات كانوا يتركون أطفالهم الرضع الخدج لم يكونوا يستطيعون حملهم يقال بأن إحدى الأمهات تركت رضيعها ومشت في طريقها بعد يوم أو يومين لم تتحمل فعادت إلى ذاك المكان التي تركت فيه رضيعها لترى بأن أنثى الذئب ترضع رضيعها بذلك يقولون المهاجر هو صغير الذئب فيهاوي جر جيمروفان دلوفانتر دركت أي الذئاب كانت أكثر رحمة من البشر أفتشيروكا بندية وسباس جوار